ما تصدقش علينا يا حاج. بنتك مش مولودة في مالديف. ده بنتك كان عندها 3 سنين كانت بتنزل التيعة اللي بالهيصة بتطلع تحلي. خلاص بقى يا حاج بلاش فضايح. خير يا حاج، موضوع ابو حماده اللي جاي لي فيه دلوقتي. قبل اي حاجه يا حاج اتفضل بس اقعد الاول. اقعد يا حماد اقعد. حاضر يا حاج. اقعد يا حماد. احنا والله يا ابو جودة جايين النهارده ان شاء الله عشان نخطبهم بنتكم للواد حماده بمنى. فاحنا جايين نعرف يعني ايه اللي انتوا عايزينه. ومعلش احنا ما قدرناش نجيب حته جاتوه ولا حاجه. انت عارف ان الجاتوه الحته الايام ديت غاليه وكده. فاحنا قلنا يعني المره الجايه ان شاء الله. بص يا حاج، قبل اي حاجه احنا بنشتري راجل. يا حاج يا ابو جودي بلاش الكلمه الحمضانه ديت اللي بتتقال في اي مناسبه. خش في الموضوع على طول. بلاش الفضايح يا حاج. اسكت انت يا حماد، انت مش عارف حاجه. خلاص. بص يا حماده يا ابني، انا مش هتجل عليك في الطلبات. اتفضل يا عم. انا طالب ب150,000 دهب. انت بتقول ايه يا عم الحاج انت؟ هي كانت بنتك جودي ديت صفناز ولا هيفاه وهبي؟ قوم يا ده حماده. لا قوم. انت معاك كام يا حماده اصلا؟ بيقول لك 150,000. انت معاك كام يا حماده؟ 75 جنيه يا حاج. 75 جنيه يا حماده؟ وجاي لنا يا حماده عشان نخطب بنت الحاج زعطيه. بحبها يا حاج بحبها. حبك بص انت وهي 75 جنيه دول يا حماده. هنجيبوا لنا سندوتشين فول وطعميه يالا وطبقين كشري ونبقى نجيله تاني. ماشي يا ابو جوده، هنشوف كده ابو جوده ونبقى نجيله. لا حماده احنا جايين لك. السلام عليكم، ازيك يا ابو جوده؟ اخبارك ايه؟ وعليكم السلام. الحمد لله يا حاج زعتر. ابو جوده انا جيت لك اهو التاني عشان نشوف الموضوع بتاع الزفت حمادي وبنتك وعلى موضوع الخطوبه، فجايين نشوفهم انتوا عايزين ايه. خلاص ماشي يا حاج، عشان ما نزعلكش هنخلي الدهب ب99,000 جنيه بس. وانت مالك كده يا حاج جاي على نفسك؟ هو احنا هنتجوز صفناز؟ ده بنتك وشها يقطع الخميل. لا يا حاج انت كده بتغلط فينا. ما تصدقش علينا يا حاج. بنتك مش مولودة في مالديف. ده بنتك كان عندها 3 سنين كانت بتنزل التيعة اللي بالهيصة بتطلع تحلي. خلاص بقى يا حاج بلاش فضايح. قال ايه يا دي انت وهو يا دي اللي بتاخدوا اللبوس بالنبله؟ انت هتنسوا نفسكوا ولا يالا؟ ده انت كنت بتنزلوا في التيعة اللي بالهيصة بتطلع تحلي. حاج خلينا في المهم، احنا عاوزين نجيب بقى مغنيين للفرح. بص هنجيب عبد السلام وقش وعادل صنام والمغنيه رحمه محسن وشويه مغنيين يعني كده مش كتير. مش عايز بالميه دي يابا ولا اجيب لك صفنات بالونتان ويا وبالونتان من قدام؟ ما تهدى بس كده يا حاج وخلينا بقى في الموضوع بتاعنا. بص احنا هنطلب منك طلب علشان ايه الناس تاكل وكده. هناخد منك جاموستين و3 بقرات وخروفين ونخلي باقي الناس تاكل كده ومن الفرح. بس يا ابو جوده انت بتقول ايه يا ابو جوده؟ ولا جاموستين و3 بقرات؟ انت هتنسى نفسك ولا ايه يا ابن السيد المجشف؟ ده انت كنت بتمشي حافي والله يرحم سيدك. ما عرفش العربيه اللي غير ما خبطته. اقعد عدل واتكلم مع وجهه. خلاص بقى يا حاج انت ما عندناش بنات للجواز. احلى حاجه انت عملتها. انا كده ما كنتش اصلا موافق على الجوازه من طينه الطين دي اللي وشك يقطع الخمير. ويب ده انا وشي احلى من وش بنتك وعلي الطلاق بال3. لو شفتك معدي من قدام الدار لنطلع على البلكونه ونطيطر عليك. سلام عليكم.